قام باستدراج جنود الاحتلال الصهيوني لحارات حي الدرج، وبالقرب من منزله أمضى سكينه التي أعدها واختبأ بها على أحد مفترقات الحارات. وما أن وصل أول الجنود حتى تناوله طلال بالسكين فقتله. هو كان يتخبى هنا، فتح الباب صار ورا الباب، دخش أول جندي خبطه سكينة ارتمى هنا. والتفت الجندي الثاني من الشارع فقام بإلحاقه بزميله السابق وقتله، والتف الثالث فلحق بركبهم. الثاني وراه مش منتبه لصاحبه، خبطه صار فوقه. الجندي الثالث طلع ضربه صار في نص الشارع مرمي. فلما خلص ما فيش، وكان شايفهم الثلاثه فيش غيرهم، وطى بده يشيل السلاح، يسلح لي سلاح للجندي. السواق تاع الجيب كان واقف على راس الشارع وجاي يدور على الجنود. وصل الجندي الرابع فدهش من منظر رفاقه، وتفاجأ من منظرهم وهم قتلى ملقون على الأرض. وحاول الهرب لكن طلال أمسكه وبدأ يضرب به، ولم يعلم أنه يوجد في المنطقة جندي خامس. فقام ذلك الجندي بإطلاق النار على طلال بكل حقد، فأصاب طلال بعض الرصاصات ثم ارتقى شهيدا. اجوا الشباب وصار الجيش يطردهم ويطردوا الجيش لغايه ما عرفوا، يمكن بعد ساعتين ثلاثه لما عرفوا يدفنوه، ياخذوه يدفنوه. المغرب اجى الضابط تاع الجيش الكبير قال لهم بدك يعني تصوروا لي الحدث بالضبط كيف صار معاه، على اساس لا يكون حد